طيب هل الايفون 16 يستاهل ان انت تشتريه بدل الايفون 16 برو؟ يعني السنه دي اول مره الايفون العادي يبقى قريب جدا من امكانيات البرو موديل. بس خليني اقول لك، لا، الايفون 16 ما يستاهلش ان انت تشتريه بدل ال 16 برو. هات الايفون 15 برو بدل ال 16، لان ال 15 برو دلوقتي بقى تقريبا نفس سعر ال 16، وهتلاقي فيه امكانيات مش موجوده في الايفون 16. فخليني احكي لكم عن المميزات اللي في 15 برو مش موجوده في ال 16، وكمان احكي لكم عن الحاجات اللي في ال 16 مش موجوده في ال 15 برو، وفي الاخر قرروا انتوا انهي افضل بالنسبه لكم. اول حاجه موجوده في الايفون 15 برو مش موجوده في ال 16 هي الشاشه البرو موشن 120 هرتز. اللي استخدم شاشه 120 هرتز قبل كده هيعرف الفرق، يعني لو استخدمت الشاشه دي مش هتعرف ترجع تاني لل 60 هرتز. فالشاشة البرو موشن ممتعة جدا في الاستخدام، وكل حاجة بتبقى سموث كده. دي بالنسبة لي يعني انا ما اقدرش ارجع استخدم تليفون 60 هرتز، فبرو موشن افضل بكتير. زائد كمان ان الايفون 15 برو فيه شاشة اولويز اون ديسبلاي، يعني حتى والتليفون مقفول تقدر تشوف الساعة، تقدر تشوف نوتيفيكيشن او ويدجت. فدي ميزة حلوة مش موجودة في الايفون 16. طيب بالنسبة للكاميرا في اختلاف كبير ما بين التليفونين. في ال 15 برو تقدر تصور ب 3 اكس اوبتيكال زوم، دي مش موجودة في ال 16. زائد كمان في الايفون 15 برو تقدر تصور برو رو وبرو ريس لوج. فلو انت بتحب المونتاج، بتحب الكولر جريدنج، بتحب تهتم بالتفاصيل وعندك شغف للتصوير، يبقى تجيب الايفون 15 برو. زائد كمان في ال 15 برو تقدر تصور على اكسترنال هارد درايف، لان اليو اس بي سي ترانسفير سبيد اعلى من الايفون العادي. زائد كمان في الايفون 15 برو عندك لايدر سكانر اللي يخليك تقدر تصور نايت مود بورتريت، فدي مش موجودة في الايفون 16. وكمان في الايفون 15 برو عندك ادابتيف ترو تون فلاش اللي مش موجود في ال 16. طيب ايه المميزات اللي موجودة في الايفون 16 مش موجودة في ال 15 برو؟ اول حاجة الكاميرا كنترول مش موجود في ال 15 برو. يعني الكاميرا كنترول ده مش عملي بصراحة، يعني انا عن نفسي جربته ما حسيتش ان هو ضاف حاجة جديدة، لكن بالنسبة لك ممكن يكون شيء عملي جدا ويساعدك في التصوير. تاني حاجة مش موجودة الكاميرا ال 48 ميجا بكسل في الالترا وايد انجل لينس، دي مش موجودة في الايفون 15 برو. بس بصراحة عن تجربة ما حسيتش فرق كبير ما بين ال 15 برو الترا وايد انجل لينس و 16 برو الترا وايد انجل لينس. حاجة كمان مش موجودة في ال 15 برو هي خاصية الاوديو ميكس، دي موجودة بس في ال 16 وال 16 برو. فانت لو بتحب تصور فلوجات بره في الدوشة، الخاصية دي بتعزل صوتك عن الدوشة اللي حواليك، وحلوة جدا بصراحة. لكن ممكن تختصر الامر وتشتري اكسترنال مايك هيديك جودة افضل. فاختاروا انتوا 15 برو ولا 16. يعني 16 برو تليفون حلو لكن ما فيهوش البرو موشن ديسبلاي، يعني عن نفسي افضل البرو موشن ديسبلاي وشيء اساسي جدا في اي تليفون. زائد كمان ال 3 اكس اوبتيكال زوم مهم جدا، وكمان النايت مود بورتريت عندنا اليو اس بي سي ترانسفير سبيد اعلى من الايفون ال 16. انتوا ايه رايكم؟ هل تشتروا الايفون 15 برو ولا 16؟ يا ريت تشاركوا معانا افكاركم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناة. وبس اشوفكم الفيديو جاي، سلام.